ايه عيوب راجل برج الجدي في الحب؟ له ده كتير جدا جدا. تقريبا اكتر الشكاوى بتجيلي من راجل برج الجدي، وناس كتير بتقع في ان هو بارد يهدير، ما بيردش يهدير بسرعة، كان بيهتم جدا في الاول فجأة قطع. هو راجل برج الجدي فيه عيوب كتير جدا وفيه مميزات برضو، بس عيوبه صعبة وصعب جدا ان اي حد يعرف يتعامل معاه. لازم عشان تعرفي تتعاملي مع راجل برج الجدي لازم ان انت تفهمي هو بيعمل او طريقة تفكيره عاملة ازاي. ده اللي هتكلم فيه النهارده في الفيديو. لو اول مره تشوفوني يا ريت ننزل دلوقتي حالا نعمل اللايك والسبسكرايب. اللايك والسبسكرايب مهم يا جماعه، مش بلاقيكم عاملين لايك وسبسكرايب، مش عارفه ليه. وبالنسبه للناس اللي اوريدي عندي في القناه، انتوا عارفين ان انا بحبكم كتير وبتوحشوني جدا من الفيديو للفيديو. عملتوا لايك؟ عملتوا سبسكرايب؟ يلا بينا على الفيديو. معاكم هدير. خلينا متفقين ان راجل برج الجدي من الابراج الترابيه. يعني ايه ابراج ترابيه؟ يعني ابراج تحليليه، ابراج بتفكر قبل ما تاخد قرار كويس جدا. يعني عمرها ما هتيجي تاخد قرار هبلولة، خاصه في الحب. يعني لو في واحده عجبته يقعد يفكر مرة واتنين وتلاتة واربعة ويختبرها ويتكلم ويشوف تعمل ايه، بتسوي حاجات كتير جدا. لازم ان هو يختبر فيها البنت اللي بيحبها عن طريق بقى حاجات كتير، ان هو يتجاهلها شوية، ينفض لها شوية، يسيبها شوية، حاجات كتير عشان يتأكد ان هي دي اللي هتكمل مع حياته. اول عيب من عيوب راجل برج الجدي في الحب النرجسية. راجل برج الجدي نرجسي. يعني ايه نرجسي؟ يعني بيحب نفسه جدا، يحب نفسه جدا لدرجة الغرور. يعني ممكن جدا ان هو يتسبب في جرح واذية الناس بكلامه اللاذع، بكلامه الجارح، بانتقاده ووجهة نظره الغريبة. هو شايف ان كل حاجة لازم تمشي بنظام، نظام دماغه، مش نظام الكون، لا نظام دماغه هو. وللأسف ده من العيوب الخطيرة عند راجل برج الجدي. العيب التاني اللي عند راجل برج الجدي ان هو متشائم. ايوه، متشائم. يعني افكاره كده ما فيهاش تفاؤل، دايما بيتوقع الأسوأ، دايما بيشوف الجانب السلبي من الاحداث اللي بيمر بيها في حياته. العيب رقم 3 من عيوب راجل برج الجدي ان هو بيحب كتير جدا العزلة، ما بيحبش ان هو يختلط بالناس، يحب اكترية الوقت ان هو يقعد لوحده يفكر ويحلل، يفكر ويحلل. هو شخصية تقليدية جدا جدا جدا، ما بيحبش الحاجات اللي فيها مغامرة، ما بيحبش يغامر، ما بيحبش يجازف. يحب اللي هو 1+1=2. انا ما عنديش 1+1=10 دي، مفيش حاجة اسمها كده. عنده كل حاجة بالعقل والمنطق، انا احب احسبها. انت ما تجيش تخطط لي حاجة من دماغك او ان انت تخترع قانون جديد. الحياة ماشية كده، ما تجيش انت تمشي كده. بيحس بصعوبة جدا لو طلب منه طلب فيه مغامرة وحركة وحماس ومروح ومجي وجنون وحاجات، سفر كل حتة في العالم، تنطيط، مش عارفة ايه. لا، هو مش الشخص ده. عشان كده دايما بقعد اقول اصحاب الابراج النارية تبعد عن راجل برج الجدي، اذا كان قوس او اسد او حمل، لان هم مش هيستحملوا. هو شخص يحب، عارفين جو زمان، يحب كده الايه، شخصيه عقلانيه كده، يحب القعده، ما احبش ان انا اروح واجي واتنطط لا لا، مش دماغه، مش دماغه يا جماعه خالص. بارد، شخصيه بارده، شخصيه دماغ، شخصيه عنيده. خلينا نقول بطيء، بطيء في اتخاذ القرارات. ليه؟ اي قرار في حياته يحب كده يقعد مع نفسه، ينعزل، يخش جوه قوقعة ويقعد يفكر، يفكر سنتين، 3 سنين، 10 سنين، يقعد يفكر، يفكر في اخده ولا ماخدوش، القرار ده هيعود لي بايه، هل انا هتخذ القرار الصح ولا لا، هل القرار دوت هيغير لي حياتي ولا لا، هل القرار دوت هيخلي حياتي كويسة. في الجواز خدوا بالكم، ايوه والله في الجواز بيفكر كتير جدا. البنت دي مثلا، وكمان برضو في المشاريع، في اي حاجه هيخشها بيقعد يفكر. طب هي انا هيعود عليا بايه؟ طب هل هي هتستحملني؟ طب هل هي مش عارفه ايه؟ طب هل هي متطلبه؟ طب هل هي تخنقني؟ طب هل هي مش يفكر 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 اللي هو ما. وشويه تلاقيه خد قرار ان هو يبعد، وشويه لا بس هي، انا حاسس ان هي كويسه احسن من التانيين، طب انا هقرب شويه، لا انا مش، فبيقعد يفكر. فالموضوع دوت يا جماعه لعنه عند راجل برج الجدي. وراجل برج الجدي بيخاف جدا انه يندم على اتخاذ قرار خده غلط في حياته.
خامس عيب من عيوب راجل برج الجدي ان هو متسلط. ايوه، يعني ايه متسلط يا هدير؟ يعني ممكن ان هو يستخدم جميع الوسائل المشروعة والغير مشروعة عشان يوصل لهدف معين في دماغه عايز يحققه. ودايما راجل الجدي بيسعى للسيطرة. انا اعمل اي حاجة عشان اسيطر، انا المسيطر هنا. مش بقول لكم نرجسي، انا اللي اقول، انت تسمعوا كلامي، انا هنا اللي بفهم، انتوا حمير كلكم، انا اللي بفهم. طبعا ده بيخلق بينه وبين الناس القريبة منه مشاكل وخلافات كتير جدا. برقم 7 من عيوب راجل برج الجدي ان هو حساس جدا وقلبه اسود وما ينساش ابدا. ايوه، راجل برج الجدي من الابراج اللي ما تنساش اي موقف بينه وبين اي شخص عمل له اي حاجة، اي حركة، اي حركة، اي اهانة، اي كلمة، اي حد قلل منه في يوم من الايام، اي حد نصب عليه، اي حد حاول يضحك عليه، اي حد حاول قال له كلمه هانه، عمل اي حركه كده، ما ينساش ابدا بجد. وما يغفرش ابدا مهما عدت الايام والسنين. لو عدى 100 سنه مش هينسى لك اي حاجه وحشه انت عملتها له. وخدوا بالكم، راجل برج الجدي من الابراج اللي بتنتقم جدا جدا جدا، بس انتقامه مش بيكون في ساعتها. راجل برج الجدي من الابراج اللي لما تيجي بتنتقم على الهادي، على الهادي يا زبادي. الانتقام طبق يفضل تقديمه باردا. ده راجل برج الجدي بس هينتقم. متفتكرش ان هو سكت كده عشان سكت وضعيف، لا لا لا، ده هينتقم منك بس بالطريقة. العيب رقم 8 من عيوب راجل برج الجدي ان هو شخصية ما بتثقش في حد بسهولة. ما بتثقش في حد يا جماعة. يحب يعمل كل حاجة بنفسه، يحب يتخدع، يحب انا مش هأمنك، مش هأمن لك او مش هأمن لك بسهولة. وبرضو ده اللي هنرجعه برضو في البنات، مش هيثق فيكي بسهولة ده خالص. زي ما قلت هيقعد يفكر ويختبرك ويحللك ويشوف انت تنفعي ولا ما تنفعيش. وحتى في شغله، حتى في حياته، حتى في ان حد يتدخل في شغله، في اي حاجة في حياته، هو ما بيثقش في حد. وده اللي بيزيد العبء عليه، وده اللي بيزيد الضغط عليه، ان هو يحب يعمل كل حاجة بنفسه. انا كل حاجة بنفسي عشان انا ما بثقش في حد. انا خايف اي حد يدخلني في اي مصيبة. في اعداء كتير ليا، فانا ما احبش ان انا حد يتدخل في حياتي. عيب رقم 9 من عيوب راجل برج الجدي ان هو شخصية مادية. لا، ده مادية قوي. يحب مصلحته، يحب الفلوس يا جماعة. هو شايف ان الفلوس ديت وسيلة ان هو يقف على رجليه، حاجة بتأمن له حياته، حاجة بتأمن له مستقبله. فبيضيع 80% من عمره ووقته وكل حاجة عشان يعمل فلوس، عشان يعمل مشاريع، عشان شايف ان الفلوس دي هي الحاجة اللي يقدر يتسند عليها. مادي جدا جدا. خدوا بالكم كمان، راجل برج الجدي من الابراج اللي عندها حتة بخل كده. بخلة شوية. اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعة، راجل برج الجدي بخيل ولا لا؟ انا عايزة اعرف عن تجارب. العيب رقم 10 من عيوب راجل برج الجدي ان هو قاسي. ايوه، راجل برج الجدي قاسي جدا، قلبه ده حجرة. دايما بيستخدم القسوة دي علشان بيشوف في القسوة قوة. انا لما اقسى على انسان انا كده باين ان انا قوي. مش بس قاسي على اصحابه وعلى الناس، لا ده كمان ممكن توصل القسوة لولاده. لان راجل الجدي دايما شايف ان القسوة هي الطريقة الصحيحة للتربية المثالية. كمان قاسي جدا مع حبيبته لما تكذب او تغدر بيه او تخونه او تعمل حاجة هو بيزعل منها، او حاجة تخليه يفقد الثقة فيها، بيبقى قاسي قوي قوي. وساعتها بيتبع اسلوب البرود واللامبالاة والتجاهل. وراجل برج الجدي ملك في التجاهل، استاذ برنس في التجاهل. طب يا هدير نتعامل مع عيوبه دي كلها ازاي بقى؟ انا حاسه ان الحلقه طولت صح؟ اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا عايزين تتعاملوا ازاي معاه. خلاص، عشان الحلقه طولت جدا فعلا بجد. فهعمل لكم فيديو منفصل بعد ده على طول ان شاء الله، ازاي تتعاملي مع العيوب اللي انا قلتها دي كلها. اكتبوا لي بس في الكومنتس اذا كنتوا عايزين الفيديو دوت ولا لا، في اسرع وقت ممكن. عيوني الاثنين. متنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب، وقولوا لي برده في الكومنتات في عيب جديد ولا مفيش عيب جديد. وانا بحبكم كتير، متنسوش اللايك والسبسكرايب. وكان معاكم هدير. معاكم هدير.